لعل أهم المشكلات التي تعصف بخاصرة التعليم في الوطن العربي اللغات الأجنبية. لقد أصبحت هذه اللغات تهدد كيان الضاد وتزعزع قواعده. سألت الدكتور سعيد حارب وهو العارف بخبايا مجاله إذا كانت اللغة الأجنبية قد فرضت نفسها على أرض الواقع مع وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، ما الذي يفرضها داخل ميدان التعليم؟ يعني إشكالية اللغة حقيقة ضمن منظومة الهوية من أشد الإشكاليات في منطقة الخليج. منطقة الخليج شهدت في السنوات الأخيرة تحولات كثيرة، كان من بينها التأثير على اللغة العربية بشكل مباشر. وجود الجاليات الأجنبية بمختلف يعني تنوعها اللغوي والثقافي كان يدفع إلى البحث عن لغة وسيطة أو مشتركة بين الجميع، فكانت اللغة الإنجليزية طبعا هي كبديل على حساب اللغة العربية. كانت في البداية هي للتعايش ولتنظيم العلاقة بين مختلف الثقافات الموجودة على الساحة في منطقة الخليج. ثم تطور الأمر إلى البحث عن لغة لسوق العمل، وهذه مسألة مهمة أن يكون هناك لغة مشتركة لسوق العمل، لكنه في النهاية صفت المسألة على أن أصبحت هذه الظاهرة مفروضة على مؤسسات التعليم. عندما نتحدث عن اللغة لا يعني ذلك أن نفرط في استخدام لغة أخرى أو في تعلم لغة أخرى. كل العالم اليوم يعني يعيش لغتين، لكنه ليست كل دول العالم أيضا تعيش حالة مثل حالة دول الخليج أن تقدم اللغة الأجنبية على اللغة المحلية، بل بالعكس. يعني في دول متقدمة تفرض على من يعمل فيها أن يتحدث لغتها كألمانيا مثلا. صحيح. فرنسا تتشدد كثير في ضرورة التحدث باللغة الفرنسية للعاملين فيها. الاعتزاز باللغة باعتبارها جزء من الهوية، وباعتبارها أيضا وسيلة التفكير في مجال التعليم، في مجال الإبداع، في مجال العطاء. الذي حدث عندنا أنه السوق فرض نفسه، فأصبحت لغة التعليم هي اللغة الإنجليزية. وهنا تنشأ عندنا إشكالية التعارض بين الانتماء والهوية والشعور بالاعتزاز نحو اللغة الأم اللي هي اللغة العربية، وما يتلقاها الطالب في مؤسسات التعليم. أعود مرة أخرى وأقول من المهم أن يتعلم لغة أجنبية بمستوى عالي، لكن حتى يدرك المصطلحات، حتى يدرك التصورات، وخاصة في الدراسات الإنسانية التي تتحدث عن تاريخ البلد، عن جغرافية البلد، عن الثقافة، عن الإبداع، عن يعني التراث. ولكن من فرض دكتور اللغة الأجنبية الإنجليزية كلغة للتعليم داخل جامعات مثل جامعات الإمارات؟ من فرض هذا الواقع؟ يعني هو حقيقة ليست فقط جامعات الإمارات، وإنما معظم يعني، وليست حتى جامعات الإمارات، يعني أكثر من جامعة في الإمارات. جامعات الدول العربية على اختلافها، الفرنسية أو الإنجليزية. أي يعني هم مثلا دول الخليج الآن معظمها يعني تطلب التعلم باللغة الإنجليزية، أو يعني على الأقل في بعض الدول الخليجية تفرض اللغة الإنجليزية كلغة تدريس. أعتقد هو القول بأن حاجة السوق، بأن أنت تريد أن تخرج أناس ليصلحوا أن يتعاملوا مع السوق، والحجة الأخرى أنه حتى يتعرفوا على الثقافات الأخرى، مع التقدير لكلا الأمرين، للسوق وللثقافات الأخرى. لكن أعتقد أنه هذا سيكون في النهاية على حساب اللغة العربية وعلى حساب التحصيل العلمي، لأن الطالب لن يستطيع أن يستوعب ما يقدم له، خاصة في الدراسات الإنسانية، لأن بشكل كبير ومتعمق، لأنه سيبذل جهد كبير من وقته في التعرف على اللغة، على المصطلحات، على دلالات المصطلح الذي تقدمه اللغة الأجنبية. وهنا سيفقد جزء من اهتمامه أو من تركيزه على فهم اللغة، وسيكون هذا على حساب فهم المحتوى التعليمي. لكن لماذا لا تتساهل وزارات التعليم في هذا الأمر؟ يعني لماذا تتساهل؟ لماذا لا تأخذ الأمر بجدية أنه خطر محدق بلغتنا التي تشكل يعني نتمنى أحد أهم روافد الهوية؟ نتمنى هذا الأمر أن يكون هناك اهتمام يعني بهذا الجانب، ويكون اهتمام أيضا باللغة العربية، لنكن واقعيين، اللغة العربية تعاني من إشكاليات التقديم، ليس إشكالية المحتوى. يعني تقديم اللغة العربية لا يتم كما تقدم اللغات الأجنبية الأخرى. انظر إلى تعليم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية مثلا، هناك وسائل حديثة في الكتاب الدراسي، في طرائق التعلم، في استخدام التكنولوجيا، حتى في بيئة التعلم للغة الأجنبية. هذه البيئة وهذه التطورات لم تشهد اللغة العربية.
ما زال تدريس اللغة العربية تدريس تقليدي. هذا لا يعني أن نزيح اللغة العربية ونستبدلها بلغة ثانية، بل يعني أن نطور اللغة العربية في أساليبها، في أدائها، في تعاملها مع الواقع، حتى تستطيع أن تكون على مستوى يؤهلها لأن تفرض نفسها على الساحة. وإن كان يعني المطالبة ليست هي باللغة العربية المتعمقة، اللغة التي متقعرة كما يسميها البعض، لا، نتعامل باللغة العربية البسيطة التي يفهمها الجميع، والتي قادرة أن تشكل لغة تواصل يعني مع الآخر. العرب للقضاء على 70 مليون أم كما قلت قبل ذلك، ولتطوير البحث العلمي ولتنمية التعليم؟ يعني أنا أعتقد أن من الصعب أن يعني نستقطع جزء من أي مكون مجتمعي. أنا أسميها هي مثل لعبة البازل هذه التي تركب فيها القطع. لا تستطيع أن ترى الصورة كاملة إلا إذا وضعت كل القطع، أو لنقول مثلا 90% من القطع هذه الصغيرة تركبها، بعد ذلك تتضح أمامك الصورة. لا يمكن تطوير بحث علمي أو تطوير تعليم أو تطوير يعني اقتصاد إلا لما يكون لديك رؤية واضحة ماذا تريد، مشروع، سواء كان على المستوى القطري أو المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى العربي. ماذا تريد أن تكون بعد 10 سنوات؟ في الاقتصاد أين تريد أن تكون في الاقتصاد؟ أضع أهداف معينة، استراتيجيات معينة. هذه أصبحت الآن من مبادئ ما يتحدث به الناس، أن تكون لديك يعني هدف واضح ورسالة واضحة تضع لها برنامج. يأتي التعليم والبحث العلمي جزء من هذه المنظومة، وجزء أساسي بالذات في التعليم، لأنه سيكون هو المدخل لبقية الأجزاء. فنحتاج حقيقة إلى أن تكون لدينا ما يمكن تسميته بمشروع نهضة. البعض قد يستخدم مشروع نهضة ويعتبر أنه نوع من المثالية كما قلت، أبدا، أو الطوباوية ويعتبر يربطها أحيانا بالمسائل السياسية. أبدا، ليكن لدينا مشروع نهضوي اجتماعي يشمل الجوانب المختلفة، جوانب التعليم، جوانب البحث العلمي، التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، الإعلام. كل هذه نقول ماذا نريد، بحيث ما يأتي يعني جانب يعارض جانب أو ينمو جانب على حساب جانب آخر. يعني نحن مثلا في مجتمعاتنا في الخليج نتحدث، برزت لدينا مثلا ظاهرة الاستهلاك كظاهرة اجتماعية، ونمت بشكل كبير دون أن ينمو إلى جانبها وعي ثقافي بهذه الظاهرة، بحيث يوازن فيها، بحيث يحد من هذه الظاهرة. فلا نستطيع أن نعالج مشكلة ظاهرة الاستهلاك دون أن نعالج المشكلة الأخرى اللي هي الوعي بهذه الظاهرة. هنا الاتكالية تتحدث؟ قد تكون جزء منها الاتكالية، جزء منها الاقتصاد العائلي، أنه نكون اقتصاد عائلي للأسرة، ميزانيتها، كذا، تفاصيل كثيرة. جزء منها المسؤولية الإنسانية، يعني نحن نصرف ملايين يعني الدراهم والدولارات والريالات على إنفاق مثلا في إنفاق جانبي يمكن أن نقلل منه. جزء منها يرتبط بالبيئة وأثرها واستهلاكنا المؤثر على البيئة. إذن هي مسألة وعي كامل. فنحن نعالج ظاهرة يعني الاستهلاك كظاهرة، نتحدث عن جزئية، كظاهرة اجتماعية، أنه والله ندعو الناس إلى التوفير وإلى عدم الاستهلاك وعدم تبذير. لا، قل له إن لتر الماء الذي تنفقه على غسيل الصحون في كل وجبة هذا يسبب كذا تلوث، اربط هذه بهذه، فينشأ عنده وعي، يقلل من الماء، مش عشان يوفر فلوس فقط، هو عنده فلوس ما يحتاج أن يوفر كثير، لكن عشان يوفر حمايته، يوفر بيئته. قل له أنه لما يكون عندك 10 سيارات يعني ينبعث منها التلوث سيؤدي إلى الأمراض عند الإنسان، سيعي ذلك الأمر. إذن هي كما قلت هي منظومة متكاملة يكمل بعضها بعضا.